ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ اهلا بيكم. يعتبر اللحوم المصنعه زي اللانشون والبسطرمه واللحوم اللي هي بتتباع في الاسواق، هل هي لحوم امنه ان أنا اقدر اكلها كل يوم، ولا هي فيها مشاكل المفروض ان انا اتجنبها؟ اولا احنا عملنا قبل كده حلقات مخصوصه عن الاكل الامن والاكل الغير امن، وايه مفهوم الاكل الامن والاكل الغير امن او الاكل الصحي. اولا يا جماعه، بالنسبه للانشونات والحاجات اللي انتم بتلاقوها في المحلات او السوبر ماركت، هي تعتبر من اللحوم الغير امنه. يعني ايه غير امنه؟ موضوع ان هي غير امنه او غير صحيه، موضوع ان هو ممكن ان انت تاكلها، بس تاكلها ما يحصلكش حاجه في وقتها. يعني مش هيجي لك مثلا لما تاكل حته لانشون هيجي لك سكته قلبيه. لا، ده موضوع ان انت بتاكله على مدار شهور وسنين طويله بكميات كبيره كل يوم. ده ممكن يعمل لك فعلا حاجات ومشاكل كبيره جدا. تعالوا بقى النهارده نعرف ايه المشاكل اللي ممكن تحصل لنا بسبب اللانشونات والكلام ده كله. اولا، اللانشون والكلام ده كله ما بيبقاش لحم صافي. ده بيبقى عباره عن لحوم وداخلها توابل وداخلها بهارات وداخلها حاجه اسمها ملح النيتريت. ملح النيتريت ده هو ده المشكله بتاعه اللحوم المصنعه. ملح النيتريت بيتحط على اللانشون والكلام ده كله عشان يديني اللون الاحمر، وثانيا بيديني فتره شيلف لايف كبيره للحوم فما تفسدش بسرعه. اللون الاحمر بيديها لنا، فبيديها لنا احساس ان هي لحمه صافيه، فبيدينا نوع محبب جدا كده قريب من النفس البشريه تقدر تستقبله. تاني حاجه، مشكله ان الملح النتريت لما بيخش الجهاز الهضمي بيتحول لماده مسرطنه، ودي مشكلتها كبيره جدا، ان هي على المدى الطويل بتسبب السرطانات، لان هي بتخش عن طريق الامعاء في الجهاز الهضمي، بتحول لماده اسمها ميتوزين، ودي ماده شديده الخطوره بتؤدي فعلا سرطانات عياذا بالله. طب ايه المشكله او ايه اللي نقدر نعمله؟ نقدر نعمله ان احنا ما ناكلش الكميه لانشونات كل يوم بشكل يومي بكميات، نحاول ان احنا نقللها. موضوع ان احنا ناكل اللانشون كل يوم بشكل غير، يعني بشكل مش معتدل، ده غلط. لازم ان احنا نعمل حسابنا ان اللانشون والكلام ده كله ما ناكلوش لاولادنا كل يوم بشكل يومي بثلاث وجبات بكميات. لازم نكون محددين، هي حته حتتين كل مثلا 3 4 ايام او في الاسبوع مره عشان نبطل. طب هل البسطرمه فيها مشكله؟ البسطرمه ما فيهاش مشكله، لان البسطرمه بتعتبر لحمه كامله او حته لحمه كامله متبهره ومتملحه بطريقه معينه، فبيبقى خطورتها اقل شويه. اتمنى ان شاء الله ان النهارده يكون الحلقه فادتكم، وان شاء الله استنونا في الحلقات الجايه. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك ومتابعه القناه ده والشير للحلقات، ده بيفيد جدا. مع السلامه.